السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، يا رب تكونوا بخير وفي أسعد الأحوال. النهاردة هعمل معاكم ده حلا بسكوت أوريو مع النسكافيه. طبعا هو حلا جميل وفي الصيف يعني حلو مرطب، وكل محب النسكافيه هيعجبهم إن شاء الله. خدت 3 كوباية لبن، واخدت 3 معلقة دقيق، واخدت كمان يعني معلقة كبيرة بس مش مليانة قوي نسكافيه، ومعايا فانيليا، وطبعا سكر للتحلية حسب الرغبة. وبعد كده خدتهم على النار، وبعد كده ضفت لهم كيس بودر كريم كراميل بالشكل ده، وكمان ضفت قطعة من الزبدة معاهم على النار. ادوني خليط كريمي يعني طعمه حلو، وكمان جميل وسايح ويعني طعمه فعلا جميل. اخدتهم معايا كده في كاسات. كان معايا بسكوت اوريو، وطبعا جملت الصوص الحلو ده مع بسكوت الاوريو بالشكل الجميل ده. وبعد كده دخلتهم التلاجة سقعوا شوية. جبت كيس كريم شانتيه مع يعني قليل من اللبن الساقع، وايه اداني الخليط ده. طبعا شكلت بيه مع الكاسات الجميلة دي. بعد كده عملت رغوة النسكافيه، عبارة عن 2 ملعقة نسكافيه، 2 معلقة مية. السكر يا حبايبي تبع التحلية، انا عن نفسي مش بكتر السكر. انتوا ممكن تحطوا، انا كده حطيت 2 معلقة، انتوا ممكن تحطوا 4 5، لان في طعم النسكافيه بيبقى طعمه يعني مش حلو شوية برضو. تمام، فياريت تكتروا السكر، يعني ممكن تحطوا 5 معالق سكر. وطبعا هناخد المضرب او الهاند بلندر، وهيدينا الرغوه الحلوه دي اللي هتجمل لنا الكاسات الجميله دي. وطبعا في النهايه انا حطيت بسكوت اوريو بالشكل ده، طعمها بيبقى جميل برضو. وكان معايا الله جميل جدا، واو تحفه بصراحه، حاجه كده كريمي لذيذه ساقعه في منتهى الجمال. يا ريت تجربوها حبايبي، وشكرا ليكم على متابعتكم، وان شاء الله نتقابل على خير.